خطير جدا. شرطي يطلق النار على مقدم ورئيس القوات المساعدة. خطير. شرطي يطلق النار على مقدم ورئيس القوات المساعدة. وفي التفاصيل: اهتزت ساكنة حي الضحى أبواب مراكش صباح يوم الأحد على وقع حادث خطيرة، إذ اطلق رجل أمن نار على عون سلطان مقدم ورئيس القوات المساعدة. وتسبب رجل الأمن مفتش شرطة ممتاز يعمل في الدائرة الأمنية الثالثة في قشيش في إصابة المقدم برصاصتين في فخذه، ورجل القوات المساعدة برصاصة واحدة. وقد استنفر الحادث المثير وفق مصادر محلية كافة أجهزة الأمن في مراكش برئاسة ولي الأمن ليفتح بحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة لاستجلاء ظروف اقتراف لرجل الأمن لهذه الأفعال الإجرامية. وعرض شرطي عون سلطة هو ورئيس القوات المساعدة وفق المعطيات الأولية للبحث بعدما ضبطه وهو بصدد ارتكاب مخالفة في مجال التعمير تدخل في إطار البناء العشوائي في الشقة في الحي المذكورة. وقد نقل المقدم المصاب على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتمكينه من العلاج موازاة مع فتح تحقيق في ظروف الواقعة وملابستها، في الوقت الذي أكدت المصادر ذاتها أن الشرطي فر إلى وجهة مجهولة. وقد تمكنت أجهزة الأمن قبل قليل وفق آخر المعطيات من إلقاء القبض على المعني بالأمر داخل منزل والدته في حي الداوديات. نشكركم على حسن المتابعة.